حكام نهائي كاس مصر الاهلي والزمالك. طبعا هو تم الكشف عن الجنسيه بتاعت الحكام ان هم حكام مصريين، ولكن هل تم الكشف عن اسم من اسماء الحكام؟ لا. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان في اعلامي على قناه الاهلي قال لك ان الحكام اللي هيديروا المباراه الكابتن محمود عاشور حكم رايه، الكابتن امين حكم فار، الكابتن امين عمر هيكون حكم ساحه، الكابتن ابو الرجال هيكون حكم رايه، ومش عارف مين تاني هيكون مساعد تاني، والقصه دي يعني. المهم ان تم الاعلان عن طاقم التحكيم كامل اللي هيدير المباراه. طب هل اتحاد الكوره اعلن عن الحكام دول؟ لا. طب قال ايه الراجل ده برضه على قناه النادي الاهلي بالمناسبه؟ قال لك انا مع ان امين عمر بالفعل يعني اختيار موفق من اتحاد الكوره او من لجنه الحكام ان امين عمر هو اللي يدير المباراه تكريما له يعني عن اللي هو قدمه في افريقيا. وكمان الراجل ما دارش قبل كده مباريات للاهلي وللزمالك، فدي فرصه ان الراجل يكرموه ان هو يدير مباراه للاهلي وللزمالك. فانا شايف ان الاختيار ده اختيار موفق. بص يا سيدي، قضي الامر الذي فيه تستفتيان. في تحكيم اجنبي؟ مفيش تحكيم اجنبي. امال التحكيم هيكون مصري. وزي ما انا قلت لك، اولا دي تسريبات خارجه من اتحاد الكوره او من لجنه التحكيم لجنه الحكام، الاسماء اللي هتدير المباراه دي تسريبات. مش هيطلع الاعلامي ده يقول الكلام ده لما يكون متاكد منه، وانتوا عارفين انا بقصد مين. مش هيقول الكلام ده لما يكون متاكد منه. يا عم انا مش ضد كده، وامين عمر والناس دي بتقدم مستويات كويسه وبتقدم مستويات طيبه وعملت حاجه عظيمه في افريقيا، ويا عم يتكرموا ويديروا المباراه. انا ما عنديش مانع، والله ما عندي مانع. انت عارف انا كل مشكلتي ايه؟ انا عاوز العداله بس في ارضيه الملعب. انا عاوز العداله تتطبق في ارضيه الملعب ايا كان مين الفائز. بص يا باشا، تفتكروا الاهلي كان دايما او الكابتن سيد عبد الحفيظ كان شغلته مع النادي الاهلي حكايه الضغط. بمعنى في مباراه للاهلي مع الزمالك، مباراه للاهلي مع اي نادي عموما، يعني كان يطلع كابتن السيد عبد الحفيظ يعمل ايه؟ الحكام وبتجامل وبتعمل، واتحاد الكره بيظلمنا ومش عارف ايه، والناس مش عارف ايه، وانا عارف ده الحكم الفلاني، زي ما كانوا بيعملوا على مين؟ على الكابتن حازم امام. ده زملكاوي هيجامل الزمالك بيعمل. عشان كده عمره ما كان بيعمل اي حاجه فيها مصلحه لنادي الزمالك خوفه بالكلام اللي بيتقال. نفس الاستاذ عبد الجناني لما كان متولي مسؤوليه في يوم من الايام اتحاد الكوره، ده زملكاوي هيعمل للزمالك، كان بيجي على الزمالك. فالاهلي كان دايما يعمل. وعلى فكره ده حق مشروع، حقك كنادي انك تعمل كده. انا عايز افوز، عاوز اخد البطوله كنادي الاهلي. انت بقى كنادي الزمالك تقعد لي عامل لي ايدك على خدك كده وتقعد؟ لا. تقعد تقول خلاص قدر الله ما شاء فعل، امين عمر امين عمر واللي يحصل يحصل؟ برضه لا. هنا لما بيتعمل ضغط على الحكم اللي هيدير اي مباراه من جانب نادي مشارك في المباراه، الحكم بيبقى مقلق من النادي اللي عامل ضغط عليه ومن الاعلام اللي عامل ضغط عليه اللي تبع النادي ده. ليه؟ لو انا عملت حاجه فيها مصلحه للنادي المنافس هيتقال ان انا بجامل فعلا، والحمله اللي معموله صح. فبالتالي بيكون مرعوب، نازل الملعب مرعوب ومرتبك. وممكن لو في قرار مصيري لصالح النادي او لصالح النادي الاهلي، يا اخي مش الزمالك اللي عامل حمله لصالح النادي الاهلي، قرار مصيري ممكن يخاف يحكمه بسبب ضغط انا عليه، بسبب ضغط الاعلام بتاعي عليه. فانا اللي انا بتمناه من نادي الزمالك، ده حق مشروع بالمناسبه للنادي الاهلي ولاي نادي، اعمل ضغط يا باشا انت كمان عشان تضمن حقك. اعمل ضغط، قول والله انا عندي شك في امين عمر، انا مش واثق فيه. الاعلام يطلع يتكلم، الاعلام الزمالكاوي يطلع يتكلم، اطلع على قناه الزمالك هات تسريبات لامير عمر وهو بيدعم النادي الاهلي وهو بيتكلم عن الزمالك وحش. هات المباراه بتاعت يعادل ربع الكره على الخط وثلاث ارباعها بره، انا ما اقدرش احكمها وهي ركله جزاء. اعمل ضغط عليه انت كمان، خليه يبقى خايف زي ما هو خايف من الاهلي، يبقى خايف منك انت كمان كنادي الزمالك عشان يدير المباراه بما يرضي الله. انما الاقيك انت طاري وناي وقاعد في جنبي كده جنب الحيطه يا عيني، غلبان ومسكين.
لا هيتحط عليه. ليه؟ لانه هو لو حكم لك اي حاجه وحتى لو قرار صح وبسبب الحاجه اللي هو حكمها ديت انت فزت او غيرت مجريات المباراه، هو عارف ان هو هيندبح من قبل الاعلام اللي هو عامل عليه حمله او عامل عليه ضغط. فانت عامل ضغط، على الاقل تبقى ضمنت ان الراجل هينزل يلعب بما يرضي الله وتبقى مباراه عادله ما بين الاهلي والزمالك، والفايز فيهم هنقول له مبروك. اما شغل الكوسه وشغل الكلام ده احنا مش عاوزينه يا جماعه، والله العظيم احنا عايزين ننضف بقى.